ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل فيديو حلو قوي. هنعمل مقرمشات صحيه او سناك صحي. مين ما بيحبش فينا المقرمشات؟ بالذات ان احنا فصل الشتاء داخل علينا. فهنعمل مقرمشات صحيه مشبعه جدا، اللي هي معموله من انها معموله من دقيق القمح الكامل. سهله، سريعه، ما بتاخدش تخمير، ما بتاخدش وقت في الفرن، ودي احلى حاجه كمان. وهشه جدا كمان من جوه. ونقدر نعمل معاها تغميزات كتير جدا اللي انتوا تحبوها هتليق عليها. وصفة سهلة وسريعة، وكمان ما فيهاش مكونات كتير بقى ولا الكلام ده. وبجد النتيجة بتطلع هايلة، وبتطلع طعمها حلو قوي قوي. من واحدة اتنين كده بنحس بشبع، لان دي القمح الكامل ميزته ان هو بيحسسنا بشبع لفترة طويلة. فعندي طبق فاضي هحط فيه حوالي كوبايتين ونص من دقيق القمح الكامل. بعد كده هحط عليهم معلقة كبيرة من الخميرة، وبعد كده هحط عليهم معلقة كبيرة من العسل. بس كده المكونات خلصت خلاص. هقلبهم كويس بقى مع بعض بالطريقة دي. وعندي حوالي كوباية من كوباية لكوباية ونص مية دافية. هعجن شوية بشوية لغاية ما العجينة بس تتلم وتبقى بتلزق معايا. انا مش هعجنها عجن جامد يعني. انا بس هخليها تتلم معايا لغاية ما تبقى عجينة بتلزق في ايدي. انا عايزاها تتلم بس، ان الدقيق ياخد المية ويلم عجينة، مش اكتر من كده. مش هعجن ولا اي حاجة، هلمها بس كده. بس طبعا بشوية مية. هندلق المية شوية بشوية لغاية بس ما تتلم معايا. واول بقى ما تتلم معايا وتبقى معايا عجينة ملمومة بتلزق كده في الايد طرية جدا. العجينة لازم تكون طرية جدا عشان تبقى سهلة الفرد معاكي وما تتعبكيش وانت بتفرديها. فكل ما العجينة كانت طرية جدا كل ما كانت فردها سهل، ما تاخدش معاكي مجهود. انا هي بصوا العجينة طرية جدا وبتلزق في الايد. خلاص كده اتلمت معايا. هبدأ بقى ارش بقى على سطح الكونتر عندي شوية دقيق قمح كامل بقى، وهقعد افرد بقى. هي هنا بقى عايزه تكايه بسيطه قوي، وهي ان انا هقعد افرد فيها بالطريقه دي لغايه ما يبقى سمكها رفيع جدا. وهرش برضو رشه دي كده بسيطه برضو من فوق ومن تحت. وهبدا افرد فيها جامد. بعد ما هفرد فيها جامد بقى بالطريقه دي هبدا بقى ارش شويه دقيق آه، من على الوش كده. وبعد كده هبدا بقى اطبقها. انا عايزه اطبقها نصين بالطريقه دي بس كده، وافرد تاني. هكرر العمليه دي 4 مرات. هرش برضو رشة دقيق على الكونتر من تحت اول ما احس ان هي بتلزق. وابدا افرد كويس بقى. كل العجينه ما كانت طريه معاكي كل ما كان فردها سهل وما وجعتش ايدك في الفرد. هفردها كويس قوي. بعد ما افردها كويس بالطريقه دي هرش رشه دقيق قمح كامل تاني. وهبدا اطبقها تاني بالطريقه دي اهو. دي كده تاني مره. هنقعد بقى نكرر العمليه دي لمده 4 مرات، 4 طبقات. وهفرد كويس. وزي ما قلت لك كل العجينه ما كانت طريه معاكي ما تديش دقيق كتير وتديش ميه كتير، لا العجينه تتلم معاكي بس تبقى طريه بتلزق كده. وهي هتلم معانا واحنا بنلمها كده على الكونتر بشويه دي هتلاقيها بتتفرد معاكي بسهوله كده، مش متماسكه قوي، مش صلبه كده، والعجينه طريه كده وبتاخد تدي معاكي كويس. اهو هبدا ارش كده. دي تالت مره اهو بالطريقه دي. ورش رشه تحت برضو من تحت كده بحس ان العجينه هتلزق عندي على الكونتر. وهبدأ افرد كويس بالطريقة دي. دي كده اخر مرة هفرد فيها. سهلة جدا ومش محتاجة اي حاجة ومفيهاش تخمير. وبجد طعمها بيبقى حلو. والتطبيقة دي كمان بتدي بقى آه بتخلي المقرمشات بتاعتنا فعلا تحس ان هي بتقرمش كده معاكي. اي قطعة بقى انتي عندك بقى، قطعة وسط، قطعة اي شكل انت عايزاه. انا كان عندي غطا علبة كده قطعت بيه بالطريقة دي اهي. سمكها بقى ما يكونش تخين قوي ولا رفيع قوي، سمكها يكون وسط. تبقى وسط تبقى كويسة. هبدأ اقطع بقى بالشكل ده. وعندي بقى صينية مدهونة زيت، او صينية فيها ورق زبدة اللي تحبوه. عندنا صينية فيها ورق زبدة تمام. ما عندناش ورق زبدة، صينية مدهونة دهنة زيت كده تكون كويسة، زيت زيتون. مش هتلزق معاك ان شاء الله. وطبعا التقطيع الحجم اللي انتوا عايزينه، الشكل اللي انتوا عايزينه. اهم حاجة السمك بتاعها ما يكونش خفيف قوي عشان ما تتحرقش معانا بسرعة في الفرن. ويكون سمكها مظبوط، وما تكونش تخينة قوي عشان ما تبقاش كده عاملة زي العيش. لا احنا مش عايزينها تبقى عيش، احنا عايزينها تبقى
مقرمشات، فطبعا الفرد يبقى ايه، وسط. هكون مسخنه الفرن على درجه حراره 160 لان هي خفيفه فما بتاخدش وقت اصلا في الفرن. طبعا حسب برضو الفرن بتاعنا. ما بتاخدش معانا حوالي من 8 ل 10 دقايق، ونراقب الفرن كويس لان هي بتاخدش وقت. هبدا اخرمها بالشوكه كده من على الوش لان هي تنتفخ معايا. هخرمها كده من على الوش تخريم بسيط كده بالشوكه. وبعد كده بقى انا بقى هرش بقى الاضافات من فوق اللي انتوا عايزينها بقى. بس عشان العجينه بتاعتي ما فيهاش ملح فانا هرش على الاضافه من فوق ملح، لكن طبعا انتوا تقدروا ترشوا الاضافات اللي انتوا عايزينها من على الوش من فوق. ده شكلها بعد ما خرمتها كده خلاص. بخاخ ميه بقى كده او معلقه كده تقدري تبلي العجينه بتاعتك من فوق كده بس بخة ميه بسيطه او رشه ميه بسيطه بس كده عشان لما احط الاضافات تلزق فيها ما تقعش من على الوش. اهو بالطريقه دي انا رشيت ملح. ممكن تقدروا تحطوا سمسم، حبه بركه، اللي انتوا عايزينه تقدروا تحطوه. بس انا عشان مش حاطه في العجينه ملح فانا حبيت ارش من على الوش ملح. لكن لو انتوا تحطوا اي اضافات تانية تقدروا تحطوا معلقه صغيره ملح او نص معلقه صغيره ملح في العجينه، وترشوا الاضافات اللي انتوا عايزينها من على الوش من فوق. بعد كده رحت رش عليها رشه ميه تانية كمان تاني من فوق علشان الملح يلزق او اي اضافه تلزق من فوق. بصوا دخلت الفرن درجة حرارة 160 مدة 8-10 دقايق، ونراقب الفرن كويس لان هي هشة جدا وخفيفة فممكن تتحرق معانا. نراقب الفرن كويس. بصوا بقى بجد طعمها وريحتها خطيرة وطعمها تحفة تحفة بجد. والعجينة دي بتعمل كمان معانا كمية كويسة، كمية محترمة، وبقى مقرمشات صحية ومشبعة خطيرة. حلوة للفطار مع كوباية قهوة او كوباية شاي. حلو في العشاء كمان لو خدنا منهم وحدتين 3 مع علبة زبادي بنحس بشبع لفترة طويلة. بجد تحفة وتليق عليها تغميسات كتير انتوا عايزينها. ممكن تحطوا معاها جبنة، ممكن تحطوا معاها اي صوص انتوا عايزينه، اي تغميسة انتوا عايزينها. بجد صحية وطعمها حلو. اتمنى تجربوها واتمنى تعجبكم الوصفة.